السلام عليكم مشاهدينا الكرام في قناة ليلى لا تنسى. مرحبا بكم جميع في حلقة اليوم. جريمة اليوم وقعت بمدينة سيدي بنور سنة 2015. واحد السيد عنده الدار ديالو، عنده واحد الأرض فلاحية، عنده واحد الكوري يدير فيه الغنم والبقر، وعنده كذلك واحد الجنان. داك الجنان بعيد على الدار ديالو بواحد 150 متر و 200 متر، داير ليه واحد السور بالحجر، السور ما طولش بزاف، ما عاريش بزاف، وداير ليه واحد الباب. هذاك الجنان داير فيه الرمان والسفرجال، وداير فيه داك الكرموس او الواكور. هاد السيد هذا عنده جوج ديال الولاد ديالو. نهار الوقوع ديال هاد الجريمه كان هو النهار ديال رابع العيد الكبير، نهار الرابع ديال عيد الاضحى او رابع عيد كيف ما كيقولوا بعض الناس. كانوا جاو عنده واحد العائله ديالو، جاو عندهم تما فداك رابع عيد، ريحوا معاهم، تغداو كلاو داكشي اللي قسم الله. وديك العشيه ديال نهار الحد خرجوا ريحوا فديك الجاده او فهداك الجنان. منين دخلوا لذاك الجنان حتى كيتفاجئوا بواحد الشاب مرمي تمايا في الارض. الشاب من الحوالي ديالو واحد الكميه ديال النزيف كثيره، السيد بوسطايه ديال الدم، السيد مضروب لراسو من الخلف، مضروب راسو بشي حجره او بشي حديده او شي زرواطه، ضربه كانت غائره عنده في الراس. غادي يخرج هذاك السيد هو وولادو وديك العائله اللي جات لعندو، ومشاو كيعلموا رجال الدرك الملكي. من غادي يوصلوا رجال الدرك الملكي غيجيو معاهم، كيلاحظوا كمعاينه اوليه ان الدري في العشرينات من العمر ديالو، الدري مضروب للخلف ديال راسو بشي حجره، مضروب بشي حجره. قلبوا لقاو عنده واحد التليفون، ولقاو عنده واحد الصرف ديال 80 درهم، ولقاو عنده جوج ديال المفاتيح، جوج ديال المفاتيح. السيد مول هذيك العرسه او مول هذيك الجنان ما تعرفش عليه، ولادو كذلك ما تعرفوش عليه. غادي يقلبوا تما في هذيك المنطقه، كيلقاو واحد الحجره فيها اثار ديال الدماء، كيلقاو كذلك واحد السبسي. حاولوا انهم يسولوا هذوك ولاد مول هذيك الجنان واش شي واحد عندهم تيكمي الكيف، كيقولوا لا، حنا ما كنكمي وما كنشربوا، لا ولادو لا دوك العائله لا هو شخصيا. حتى واحد الخدام عنده قابل ليه ديك الكواره ديال الغنم والبقر، حتى هو كيقول انه ما كيكميش. ايوا شكون ليه قتل هاد الدري وسط هاد الجنان؟ الجنان داير عليه السور، ولكن السور ممكن اي واحد يتسلقو قصير، واخا داير له هو داك الباب اي واحد يقدر يتسلق. غادي ياخدو بصمات لهداك الدري وخداو له واحد الصوره. منين رجعوا للمركز رجال الدرك الملكي غادي يكتشفوا انه هذا الولد هذا وهاد الصوره اللي خداو ليه هي كتطابق واحد الصوره ديال واحد العائله جات في الصباح كتقدم بلاغ بحث لفائده العائله، كتقول انه ولده في العمر ديالو 19 عام خدام في واحد الصالون تاع الحلاقه، خرج العشيه ديال السبت مع 3 العشيه، جاتو واحد المكالمه في التليفون، خرج لبرا هضر، جاوب في التليفون، عاود دخل للدار بدل عليه لبس حوايجو خرج. كيقولوا انه راه خرج غير مع صحابو دابا يجي. من وصلت 11 الليل الدري ما جاش، خرجوا قلبوا عليه تما هنا سولوا صحابو، سولوا ولاد الحومه، ما لقاوش ليه الخبار. الصباح كذلك تيصونيو عليه الدري التليفون ديالو ما كيجاوبش. قرروا انهم مشاو عند رجال الدرك في ذاك الصباح ديال الحد وداروا البلاغ ديال بحث لفائده العائله. غيعيطوا على هاد الاسره هادي، غتجي غيديهم مستودع الاموات،
غادي تعرفوا على الولد ديالهم كيقولوا هذا ولدنا، هو هذا ولد، هذا ولدكم، هذا كتعرفوا صحابو مع من كيتمشى، شكون اللي صونا عليه ديك الليله كيقولوا ما عرفناش. الدري راه بقى كيصوني التليفون ديالو شي 3 المرات، عاد هزو وخرج جاوب على برا ويعاود دخل، من تما لبس حوايجو ما عاودناش شفناه. بالنسبه للعمل ديالو راه كيخدم في واحد الصالون، وهذوك السوارت اللي تلقاو عنده ساروت ديال الدار وساروت ديال داك الصالون. مشاو لهداك الصالون حاولوا يسولوا دوك الدراري اللي خدامين معاه، واش جا عندكم ديك العشيه؟ قالوا ما جاش عندنا هذيك العشيه ديال السبت، ما شفناش حنا من نهار الجمعه ما شفناش، الدري ما خدمش السبت ما جاش، وكذلك حتى الحد ما جاش. واش دابز مع شي حد مع شي كليان هنا؟ طرا شي نقاش؟ كيقولوا ما دابز مع حد، ما طرالو نقاش مع حد. سولوا والديه واش كيتسالم شي حد الفلوس، واش عنده شي مشكل غير في الحي هنا؟ كيقولوا ما عندوش. داروا بحث في ذاك الحي، الاخبار اللي غادي يجمعوها رجال الدرك من البحث ديالهم في المحيط ديال الضحيه، وكذلك في المحيط ديال هذيك الجنان اللي تما اللي تلقى فيه الضحيه مقتول، هو انه هذاك مول داك الجنان هو ولادو مولفين فاش كيبقاو شي واحد نقص ليهم تما لهذاك الجنان راه كيتبعوه بالحجر، ولا شدوا شي واحد راه كيملخوه عصا. وكذلك واحد الولد ديالو راه كيتبع الدراري بالعود، عنده واحد العود كيتبعهم كيجري عليهم. غيحاولوا يرجعوا عند هاد الناس، قالوا له شوف هاد الدري هذا هاد الشاب تلقى مقتول في الجنان ديالكم. زياده على هذا الناس كتقول بانه نتوما شحال من مره ملي كتلقاو الدراري طالعين ليكم لهاد الجنان راه كتشيروا عليهم بالحجر وكتبعوهم، وولدك كيتبعهم بالعون، وراه اللي شديتوه كتعطيو العصا. قالوا فيه هنا هادوك الدراري كيبقاو يجيو ينقزوا لينا لهذاك الجنان، كيهرسوا لنا داك العود ديال الشجر، يقطعوا داك الرمان وداك الصفرج وداك الشيء باقي خضر ويلوحوه تما بالعاني، كيخسروا لينا غير الجنان. كون غا بعدا كيخليو داك الشيء حتى كيطيب ويجيو يديو ما ياكلو ما فيها باس. هذيك فعلا راه اللي شديناه كنعطيو العصا باش ما يبقاش يعاون، باش يكون عبره على الاخرين. ولكن هذاك الشاب اللي تلقى مقتول راه حنا بريئين من الدم ديالو، براءة الذئب من دم يوسف. داروا معاهم واحد البحث ديال فين كنتو نهار السبت، كيقول نهار السبت راه كانت عندنا هاد العائله ما مشيناش كاع عندك الجنان، ريحنا هنا شوينا قصرنا تفرجنا ونعسنا. صباح راه صبحنا ناعسين شويه معطلين، فقنا درنا ديك القديوه وخرجنا نمشيو نريحو داك الجنان. هادشي اللي طرا. هاد الاقوال كيقولوها كاملين، لا هذيك العائله اللي جات لعندهم ولا ولادهم ولا هو داك السبسي كذلك ما تعرفش ديال من غادي يتصل المعمل الجنائي هو وديك الحجره اللي تلقى عليها الاثار ديال الدماء. وشكون اللي صفاها الحدر؟ لان الدري غادي يجي في التقرير ديال الطب الشرعي انه عنده لكمات تعرض لها على مستوى الوجه ديالو، وكذلك الدري مقموش في عنقه ومضروب 2 ديال الضربات بديك الحجره على الراس ديالو، وان الدماء اللي في الحجره هي نفس الدماء ديال الضحيه. اي ان هنا وقع شي جار في هذاك المكان، وقع شي جار انتبز مع شي واحد، لان السيد او الشاب عليه اثار ديال اللكم على وجهه وكذلك مقموش ومضروب بحجره راسو. واش جا هو وشي صاحبو تما ودابزو، او لا فعلا هاد ولاد مول هذا الجنان هما اللي حصلوه تمايا وضربوه، ولكن ما لقاو عليه حتى شي دليل، ما كاين حتى شي دليل، حتى شي حد ما شاف الدري فاش تسلق داك السور ودخل لهذاك الجنان، حتى شي حد ما سمع شي غوت، حتى شي حد ما شاف دوك ولادو غاديين كيضربوا فيه. ما يمكنش غيديهم هكاك غير مجرد ان الجثه تلقات في الجنان ديالهم. كيخصهم ضروري دليل ودليل ملموس. داروا البحث ديالهم مزيان، سولوا واحد بواحد،
ما بقى يبدا داك الهاتف ديال الضحيه وديك النمره اللي اتصلات به، كيلقاو ان ديك النمره عليها اسم ديال بنت. هاد البنت سميتها يسرى. هاد النمره اتصلت به مع 3 كيف قالوا والديه، وهضر معاها جاوب هاد النمره، ومن بعد غادي يتصل به هاد النمره 7 ديال المكالمات، ولكن ما جاوب على حتى شي وحده. 7 المكالمات ما جاوب على حتى شي وحده. خصهم يعرفوا هاد البنت هادي يسرى شكون هي. سولوا والديه ما كيعرفوهاش، قال لك اودي حنا ما تنعرفوش، التليفون ديالو هذاك كنعرفوش مع من كيهضر. غادي يرجعوا هنا عند صحابو الدراري اللي خدامين معاه في داك الصالون، سولوهم على صاحبهم واش كيعرف شي بنت الاسم ديالها يسرى. واحد من هادوك الدراري اللي خدامين هما 2، وهذا الضحيه هو الثالث، هما 3 خدامين كل واحد شاد كرسي ديالو. كيقول واحد من هاد الدراري هادو انه فعلا صاحبي راه عنده علاقه مع شي بنت، هادشي كيقولوا لنا هو، حنا ما عمرنا شفناها ولا شفناه معاها، غير كيعاود ليا البنت سميتها يسرى صديقه ديالي. هنا رجال الدرك الملكي غادي يتصلوا بهذيك النمره، اتصلوا النمره غادي تجاوب، ولكن هنا كتجاوب صوت ديال امراه ماشي ديال بنت باقا صغيره او شابه، لا صوت ديال امراه. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يجازيك بخير، كتعرفي فلان؟ قالت انا ما كنعرفوش. سولوا هذا اسم الضحيه ما كتعرفوش، قالوا ليها واخا كتعرفي يسرى؟ كتقول يسرى بنتي. قالوا الله يجازيك بخير، حنا رجال الدرك الملكي ديال المنطقه ديالنا سيدي بالنور، الله يجازيك بخير، واخا تجي والبنت ديالك يسرى لعندنا الماكس نحتاجيكم ضروري. البنت غادي تجي هي وراجلها وتجيب معاها البنت ديالها، السيده في العمر ديالها 40 سنه وراجلها في العمر ديالو 45 سنه، وهذيك البنت في عمرها 17 سنه، اي ان ديك البنت مازال قاصر. قالوا لهم الله يجازيكم بخير، راه هاد النمره هذه راه تلقات معيطه لواحد الدري، وهاد الدري هذا كانت هذه هي اخر مكالمه هضر معاها، من تما الدري غبر حتى تلقى مقتول في واحد البلاصه. دابا واش كتعرفوا هاد الدري؟ كيقولوا والديها حنا ما كنعرفوش هاد الدري، وهاد التليفون راه ديال الام ماشي ديال البنت. الام كتقول بانها فعلا التليفون ديالها، ولكن كتخليه لبنتها كتلعب فيه كتفرج فيه وكذا وكذا. كتقول انا ما عرفتش انا واش كتصل مع شي حد، ما كنلقاش شي مكالمه. البنت ملي كتصل كتمسح النمره. حنا غادي نشدو ديك البنت غنقول لها شوفي الله يجازيك ما تخافي، ما هو سوا دايره ولا ما دايرهش، عاودي لنا كلشي راه لمصلحتك. انت كتعرفي فلان صديق ديالك، اتصلتي به وهضرتي معاه المكالمه هي، ومن بعد عاودتي اتصلتي به 7 ديال المكالمات وما جاوبكش. دابا قولي لنا هذاك النهار ديال السبت مع 3 العشيه واش خرج تلاقى معاك؟ البنت قالت له فعلا. ديك البنت العم ديالها كيسكن في الحي في كيسكن هذا الشاب، وحتى هما كانوا كيسكنوا داك الحي شحال هادي مده قديمه، وبقات عندهم علاقات مع دوك الجيران، وكذلك عمهم او خو باها راه كيسكن تما. كانت واحد المره تعرضوا لشي عرس في داك الحي، وكان حتى هذاك الشاب الضحيه كان معروض لذاك العرس، وتما تلاقى معاها وخدا من عندها النمره ديال الام ديالها، وقالت له شوف ما تصونيش في هذه النمره حتى نصوني لك انا، راه النمره ديال ماما. وبقات بيناتهم هذيك المكالمه يهضر معاها تهضر معاه، كنبغيك وكذا وكذا وكذا، راكم عارفين. حتى الوقت ديال عيد الكبير، ذاك النهار السبت النهار الثالث ديال عيد الكبير، جات هذيك البنت هي والوالدين ديالها لعند عمهم، جابوا داك الكتاف نعم سيدي وجاو كيديروا صله الرحم كيف العادات المعروفه عندنا والتقاليد ديالنا. فاش هي جات لتما الحي صونات عليه، قالت له شوف حنا راه جينا عند عمي
غتتلاقاو دابا البلاصه الفلانيه. فعلا هي هذيك الدري فاش هضر معاها ودخل بدل عليه لبس حويجاتو وخرج تلاقى معاها. كتقول تلاقيت انا وياه داني نمشيو لهداك الجنان. البنت زعيمه ركزات معاه حتى هي داك الصور هبطوا لذاك الجنان ريحو. كتقول حتى بعت علينا ولد عمي وواحد الدري معاه ما عرفتوش شكون. قالك هوت عليا انا وجرى عليا من تما مشيت بحالي. كنسمعهم كيتهاوتوا معاه ولكن انا صافي بكيت مخلوعه وخفتو غير الا يقولها الوالديه يعاود ليهم. ساعه الدري ولد عمي ما قال والو، هو بقى ساكت وتانا بقيت ساكت على الموضوع ولكن ما عرفتش شنو طرا. هنايا خاصهم يجيبوا هاد ولد عمها. قالت لهم ها فين كيسكن وها فين وها فين. مشاو للدار لقاوه في الدار ديالو اعتقلوه. ولكن تما غادي يسولوه على الصديق ديالو. قالوا له شوف الدري اللي كان معاك منين لقيتي بنت عمك مع فلان فداك الجنان، الدري اللي كان معاك. قال لهم كان معايا فلان. فين كيسكن؟ ها فين كيسكن. داهم للدار ديال هذاك صاحب. لانهم لو اعتقلوه وداو حتى للبريكاد وعاد بداو معاه في البحث وغادي الخبار راه فلان تشن يقدر يهرب، ما يعاودوش يلقاو ليه الاثار. مشاو لقاو هذاك الدري الثاني حتى هو في دارهم اعتقلوه حتى هو وداوهم بجوج. هاد ولد عم هاد البنت نكر انه عنده علاقه بهاد الجريمه القتل. قال لك فعلا انا كنت مريح انا وصاحبي مريحين في واحد الخلا حدا واحد الدومات كان كميو. اش كتكميو؟ كان كميو الكيف. قال لك حتى كتبان لنا راه هي بنت عمي غادا مع واحد الدري. وقت شوف هاد الفرموشي هادي فين غادا مع هاد الدري. لا جاي نحضروا نشوفوا فين غادا. قال لك بقينا عاهدين ومحاضرين بالعين حتى كيبان لنا طلعوا لذاك الجنان نقزوا ليه. قال لك انا وداك صاحبي طلعنا لعندهم حصلناهم تما. جريت على بنت عمي هو دابزنا معاه هو تنانيه ومشينا بحالنا. هادشي اللي كاين. ما قتلتوش لا ما قتلناش يهديك الله ما قتلناش. غادي يمشيو لصاحبي الدري هذا ولد عمها ما بغاش يقر ما بغاش يعترف. ضغطوا عليه رجال الدرك ولكن والو كيقول ما قتلتوش. تهاوت انا وياه وصافي مشيت بحالي وخليته تما. صاحبو من بعد منين زيرو رجال الدرك وقالوا له شوف الله يجازيك بخير هذه راه جريمه قتل راك غتمشي فيها. طلعتو ولقيتو الدري تمايا وشديتو صفيتو عليه بجوجكم. الدري ملي شاف راسو غادي يتورط في جريمه قتل غادي يعترف يقول انا ماشي انا اللي قتلته. انا فعلا مشيت مع صاحبي نقزنا تما لقينا بنت عمو مع واحد الشاب ولكن انايا ما قتلتوش. ما قتلتيش شنو طرا؟ كيقول وصلنا تمايا هو جرى على بنت عمو. قال لك تنهضروا مع ذاك الضحيه قال لك بدا تيتعنت علينا. عوض ما يطلب السماحه ويقول نائبنا واحد وكاملين رجال كاملين كنغلطوا هذه اخر مره تلقاني ولا اني راني ناوي معاه الحلال ولا ناوي نتزوج بها وكذا وكذا باش يسلك الامور ديالو. ولكن هو لا تعنت علينا وبقى علينا نتوما باغي تدوروني ولا كنتو رجال خرجوا واحد بالواحد وديك الهضره ديالنا تفرعين. قال لك صافي هز واحد الحجره بغى يكالينا بها حنا بجوج. قال لك انا تلاحيت عليه شديت في يديه. قال لك حتى كنتفاجئ بصاحبي هز الحجره واحد الحجره من الله تما ونزل عليه بها الراس طيحو وزاد عليه واحد اخر ضربوه بجوج المرات. قال لك اما انا راه ما قتلتو ما والو هو اللي قتل. ومن بعد قال لك من بعد طلعنا من السور ومشينا بحالنا. وواحد السبسي تلقى تما ديال من قال لك ديالي السبسي كنت دايرو في جيبي منين طلعنا من هذاك السور طاح ليا ما عاودش لقيتو ما عرفتش فين طاح ليا. هنا غادي يواجههم بجوج وغادي يضطر ولد عم ديك البنت اعترف يقول فعلا هادشي اللي طرا. البنت راه ما شافت والو جريت عليها والدري راه بدا تيتعنت علينا وكيتصور علينا تما كما كيقول طريقه الهضره ديالو. قال لك تا الدم سخن فيا وتا انا ما رضيتش راه بنت عمي هذيك عوض ما يشوف معانا ويسلك معانا ويهضر بلاتي هي احسن وهو اللي فوتيف. قال لك بدا كيغول علينا ويزرب علينا. كانت ضربته بحجره ولكن ما كنتش ناوي نقتلو
وانت ضربتي الجربات الراس ما باغيش تقتلوه. هذيك انا ما حسيتش براسي، صافي الدم سخن فيا. ايوا سخونية الراس كترجع بالبرودة. اي تقدموا بجوج العدالة، لانه حتى هذاك صاحبو بالاعتراف ديالو ديال انه شد الضحيه من يديه وشد ليه الحجره وشنق عليه وجا لا خضرو من الغاز، راه مشارك في جريمه القتل، راه مشارك وسبب رئيسي كاع في القتل، لانك انت اللي شد ليه الضحيه حاكمه باش يضربوا الاخر على خاطره، وكذلك التستر على جريمه وعدم الاخبار بها الى اخره. اي تقدموا بجوج للعداله وغادي يتحكموا 25 سنه لواحد. 25 سنه. كانت هذه هي جريمه اليوم. كنتمنى انني نكون سردتها لكم، وصفتها لكم بشكل واضح ومفهوم. كنتمنى تدعموا هذه القناه بالاعجاب والاشتراك وتفاعلوا معنا في التعليقات. اللي عنده شي نصيحه لينا مرحبا والف مرحبا. كنشكركم مجددا على الوقت ديالكم اللي كتعطيو لنا والانصات ديالكم لينا، وكنضرب لكم موعد جريمه جديده في فيديو جديد، والى اللقاء.